بتبدا الحكايه مع بنت بسيطه جدا اسمها اندي دي كاتبه صحفيه، وكانت جايه جديد في مدينه نيويورك علشان تشق طريقها بقى وتبدا حياتها العمليه، وقالت يعني شوف اي شغلانه مبدئيا لغايه ما تشوف جريده كويسه تشتغل فيها. فقدمت على وظيفه سكرتيره في مجله اسمها رانواي. المجله دي بتتابع اخبار الفاشن والموضه والحاجات دي. على كل حال اندي بتروح مقر المجله دي، وهناك بتقابلها سكرتيره تانية اسمها ايميلي بتاخدها علشان تقابل المديره، بس قبل ما تخلي اندي تقابلها فهمتها يعني مبدئيا كده الشغل ماشي ازاي في المكان ده. ومن كلام ايميلي بيتضح ان الشغل ده متعب جدا، وقالت لاندي خلي بالك مليون بنت عندهم استعداد ان هم يعملوا اي حاجه علشان ياخدوا الوظيفه اللي انت ممكن تاخديها دي، فيا ريت يعني تظبطي نفسك كده وتحاولي تبهري ميريندا. واثناء ما كانت ايميلي بتفهم اندي الدنيا ماشيه ازاي، بتجيلها رساله مفادها ان ميريندا جايه قبل ميعادها بربع ساعه، وعينك ما تشوف الا النور. مقر المجله كلها بتقف على رجل واحده، كل الموظفين بيدخلوا في حاله ذعر كأن ميريندا دي بتيجي تديهم الحقنه. من ضمن الصف ده واحد اسمه نايجل، دخل كده وبص على اندي وقال ايه ده؟ ايه الشكل الغريب اللي قاعد عندنا في الشركه ده؟ وما كانش عاجبه اللبس بتاعها نهائيا. على كل حال بعدها بشويه ميريندا بتوصل مقر الشركه. اهلا وسهلا. بتدي ايميلي كده بتاع 10 اوامر علشان تنفذهم على الريق، ده اللي هو لسه بتسخن يعني. وبالصدفه كده بتشوف اندي. ميريندا قالت ايه القرف ده على الصبح، وطلبت من ايميلي تدخلها اندي علشان تتكلم معاها وتشوف ايه دنيتها يعني هتنفع معاها في الشغل ولا لا. ميريندا سالت اندي انت مين؟ اندي قالت لها انها كاتبه صحفيه وانها جايه نيويورك يعني تحقق حلمها والكلام ده كله، ولكن ميريندا ما كانتش مهتمه بده كله. كل اهتمامها كان باللبس اللي لابساه اندي. ازاي واحده تشتغل في مجله فاشن وموضه والحاجات دي ويبقى اللبس بتاعها بالمنظر ده؟ ميريندا سالتها اذا كانت بتقرا مجله رانواي، دي اللي هي المجله اللي هم في المقر بتاعها. اندي بكل سذاجه قالت لها لا. ميريندا قالت لها لا يعني انت ما سمعتيش على المجله دي قبل كده ولا حتى عني؟ اندي قالت لها برضه لا. ميريندا قالت طفح الكيل وقالت لها مش كفايه اللي انت لابساه ده، كمان مش عارفه المجله ولا عارفاني؟ بس خلاص كده المقابله انتهت. فاندي اخدت بعضها علشان تمشي، بس قبل ما تمشي وقفت تاني وقالت لميريندا فعلا عندك حق، انا مش مناسبه للشغلانه دي لان مش رفيعه ومش لابسه كويس وكمان مش ذكيه، بس انا بتعلم بسرعه وباخد الشغل بتاعي بجديه. وسابتها بعد كده ومشيت. وهي بقى تحت عند باب الشركه وخلاص خارجه، بتلاقي ايميلي السكرتيره التانيه دي جايه وراها بتقول لها ان ميريندا عاوزاها وانها وافقت انها توظفها. في نفس اليوم ده بالليل اندي بتقابل اصدقائها وصديقها اللي بتحبه اللي اسمه نيت، وكلهم بيحتفلوا بالوظيفه بتاعتها الجديده، وكانوا عارفين ان الوظيفه دي بنات كتيره بتتمنى انها تتوظفها، وان يعني اندي محظوظه جدا بالوظيفه دي. ولكن كل ده ما كانش فارق مع اندي. هي كانت شايفه ان الوظيفه دي مجرد سلم علشان توصل للوظيفه اللي نفسها فيها، الا وهي كاتبه صحفيه. وتاني يوم الصبح بدري اندي قبل ما تصحى اساسا بيجي لها تليفون من ايميلي بتقول لها ايه ده وانت لسه ما صحتيش؟ قومي ده انت وراكي تقل شغل النهارده. وطلبت منها يجي 300 طلب على الصبح. ولكن اندي برضه ما كانتش مقدره المركز الحساس بتاع شغلانتها وانها فعلا مطلوب منها كتير جدا. لما وصلت الشركه ايميلي فهمتها اللي مطلوب منها واللي مش مطلوب منها. قالت لها انا وانت هنرد على التليفونات وما ينفعش اي تليفون ما يتردش عليه، وقالت لها ما فيش حاجه اسمها تقوم من على المكتب. فاندي قالت لها طيب افرض عاوز اعمل بيبي يعني؟ قالت لها ما فيش حمامات، مكانك ده ما تتحركيش منه. كمان فهمتها انها لو اترفدت من الشغلانه دي ميريندا مش هتخليها تشتغل في اي مكان تاني، فبالتالي ما قدامهاش غير انها تشوف شغلها كويس علشان ميريندا تبقى مبسوطه منها دايما. كمان ايميلي فهمتها انها تشيل كل الشغل التقيل اللي في المكتب، بمعنى انها تروح تجيب الطلبات، الاكل والشرب بتاع ميريندا، تكوي الهدوم، توصل حاجاتها البيت وهكذا. اما ايميلي فهي بتاعت المكالمات بقى وتنسيق المواعيد والحاجات اللي زي كده، ده غير انها السكرتيره الاولى بتاعت ميريندا، تسافر معاها وتتدلع في كل الاماكن اللي بتروح فيها. على كل حال ايميلي بتسيبها. بعدها بشويه بيجي لها نايجل وبيدي لاندي شوزه علشان تلبسها يعني بدل الشوزه المنيله اللي لابساها دي. فاندي بتقول على فكره انا مش محتاجه الشوزه دي، انا معايا شوزه زي الفل. فنايجل ضحك ضحكه استهزاء كده وسابها ومشي. في الوقت ده بتنده عليها ميريندا، بس لما تنده عليها بتقول لها يا ايميلي. فاندي قالت لها انا على فكره اسمي اندي. ميريندا راحت بصلها بصه كده اللي هو انت ازاي تتجرأي وترد عليا؟ طالما قلت ايميلي يبقى انت ايميلي. بعدها ميريندا كملت كلامها عادي وقالت لها انها عاوزه 15 مش عارف جيبه من نوع ايه، وقالت لها كلم واحده اسمها جوزلين تجيب لها شويه شنط من اللي مارك صممهم، وتقول لسيمون كمان انها تاخد جاكي لو ما فيش ماجي. وقالت لها بعد كده اتصلي لي بدمرش ليه؟ ايه دمرش ليه ده؟ يلا بقى تتحركي. بعد كده لا بقول لك ايه استني كده. راحت ميريندا بص على الشوزه اللي لابساها اندي، بعد كده بصت لوش اندي بقرف وقالت لها بعد كده يلا روح شوف اللي وراكي. فاندي على طول راحت طالعه ماسكه الشوزه اللي اداها لها نايجل ولابساها في الحال. ميريندا في نفس الوقت بتقول لها ها اتصلت بدمرش ليه؟ مش عارف دمرش ليه ولا دمرش ليه، مش متاكد يعني. المهم يعني ان اندي كانت متوتره ومش عارفه تتصل بيه ازاي. في اللحظه دي بتيجي ايميلي الحمد لله يعني وبتنجدها وبتتصل لميريندا بيه. بتروح بعد كده اندي بتجيب الطلبات اللي قالت لها عليها ميريندا، وهنا بقى كانت بدايه المعجنه. يوميا بقى طلبات قد كده من ميريندا، ده غير كمان الطلبات اللي بتقولها لايميلي، فايميلي تروح رميها على اندي وهي بتقعد مستريحه. كمان ميريندا كانت متعوده كل يوم وهي داخله الشغل ترمي الجاكيت والشنطه بتاعتها على المكتب بتاع اندي، وده علشان هي سكرتيره رقم 2، هي اللي شايله الحاجات التقيله. اما
اما ايميلي دي فخلقت للدلع. وفي يوم كده ميرندا كانت بتظبط شويه ازياء علشان صور المجله، والمودلز اللي شغالين تحت ايديها كانوا متوترين جدا. على كل حال في الوقت ده كانوا جايبين فستان وكانوا بيحاولوا يوفقوا له حزام كده علشان يحطوا له في وسطه. فبتيجي واحده من المودلز بتطلع حزامين نفس اللون، بتقول لميرندا انها تنقي واحد منهم لان هما الاثنين مختلفين عن بعض. فاندي في اللحظه دي راحت ضحكت. ميرندا بصت لها نفس بصه القرف وقالت لها في حاجه تضحك يا استاذه؟ اندي قالت لها معلش اصل انتوا بتقولوا ان الحزامين دول مختلفين، بس انا شايفه انهم هما الاثنين واحد ونفس اللون. ميرندا في اللحظه دي كان هيجي لها سكته دماغيه على قلبيه، وقالت لاندي ايه انت بتقولي نفس اللون؟ انت شايفه ان دول نفس اللون؟ لا طبعا، بص لنفسك شوفي نفسك لابسه ايه، هنتوقع منك ايه يعني؟ خسئت يا اندي. في نفس اليوم ده بالليل اندي بتروح لصديقها بتقول له ايه ده؟ ايه الست دي؟ معاملتها وحشه جدا يا اخي، دايما كده مركزه في ادق التفاصيل، ولبسهم ده كمان اللي مش عاجبني اساسا. وقالت لنيت انها مضطره انها تصبر علشان توصل اللي هي عاوزاه. نيت قال لها معلش سنه وتعدي، وبعد كده تشتغل في الشغلانه اللي انت عاوزاها وتبقى الدنيا زي الفل. وبعدها مع مرور الايام بنلاقي ان اندي بدات تتودك شويه في الشغلانه، وبتيجي في يوم كده بتقابل والدها اللي جاي لها في زياره مخصوص علشان يطمن عليها، وبيديها مساعده كده زقه علشان الايجار متاخر عليها. واثناء ما كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض والدنيا حلوه وهم الاثنين مبسوطين، فجاه بتجيلها مكالمه من ميرندا بتقول لها بقول لك ايه، انا موجوده مش عارف في ولايه ايه وعاوز ارجع بيتي، والمطارات كلها مش مطلعه اي طيارات بسبب العاصفه اللي موجوده، مع ان انا مش شايفه ايوتا عاصفه، الجو حلو زي الفل، ووراها في الخلفيه البرق والرعد شغالين زي الفل برضه اساسا. وقال ايه؟ قالت لاندي انها تتصرف في طياره. اندي قالت ايه انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ انا اجيب طياره منين اني؟ ميرندا قالت لها اتصرفي، انا عاوز ارجع لاولادي الليله. فضلت تعمل اتصالات بكل المطارات والشركات الخاصه، مفيش اي حد راضي يخاطر ويطلع بطياره في الجو ده. وللاسف اندي ما قدرتش تتصرف في طياره، ده غير كمان ان سهرتها مع والدها باظت، ما عرفتش تقعد معاه. ولما ميرندا بقى بترجع الشغل اول حاجه بتعملها بتتكلم مع اندي وبتلومها على انها ما قدرتش توفر لها طياره. اندي قالت لها انا اعمل ايه بس؟ موضوع الجو ده مش في ايدي، كمان كل الشركات الخاصه والمطارات ما كانوش عاوزين يطلعوا طيارات، انا لو معايا طياره صدقني كنت جيت وخدتك بيها. ميرندا قالت لها بقول لك ايه، انا مش عاوزه اسمع اي اعذار، انت فاكره لما كنت لسه جايه هنا جديد وقلت لي انك انت بتاخدي شغلك بجديه؟ فين الجديه دي؟ انت مش شايفه شغلك؟ واديتها كلمتين كده مش حلوين خلت اندي دمعت. فاندي خرجت وسابت المكتب بتاعها وراحت تتكلم مع نايجل. هناك فضلت بقى تشتكي له وتقول له ان ميرندا بتعملها وحش وانها بتعمل لها حاجات كتيره كويسه. ميرندا مش بتقول لها اي حاجه، انما لما بتعمل اي حاجه غلط ميرندا على طول بتقف لها عليها. نايجل قال لها وانت عاوزاني اعمل لك ايه يعني؟ بطلت تشتكي زي ما قلنا لك قبل كده وبقولها لك تاني دلوقتي، بنات كتير بتتمنى انها تشتغل الشغلانه بتاعتك دي، فلو عاوزه تشتغلي زي الناس كده وتشوفي شغل كويس وتبطلي بقى انك انت تشتكي كل شويه هتنفعي في الشغلانه دي، انما بوضعك ده كده مش هتكملي لاخر الشهر. فاندي في الوقت ده شدت على نفسها وطلبت من نايجل بعد كده ان هو يساعدها شويه في ايه بقى؟ في الهدوم بتاعتها. فنايجل عمل معاها واجب واداها شويه هدوم وشوزات وشنط زي الفل كلهم على الموضه، كمان دخلها قسم التجميل وعمل لها تشطيب وفينش زي الفل. في نفس الوقت ده على الجانب التاني ايميلي كانت بتتكلم مع موظفه تانيه، وهما الاثنين كانوا جايبين سيره اندي وعمالين يقطعوا في فروتها، عمالين بيتريقوا على شكلها وعلى لبسها والحاجات دي كلها. وإذ فجاه في الوقت ده بيتفاجئوا باندي داخله عليهم وهي لابسه احسن لبس وعامله مكياج وعامله شعرها وكل الحاجات دي. فالموظفه اللي مع ايميلي دي اعجبت جدا باندي، وده اللي خلى ايميلي اتعصبت واتغاظت. ومع الوقت بنلاحظ ان اندي بدات تتوغل في الشغل اكتر واكتر، كمان ميرندا بدات تعجب باندي وبشغلها. وفي يوم كده اندي بالليل بتروح تسهر مع اصدقائها وخطيبها وبتديهم كلهم شويه هدايا كده كانت واخداها من ميرندا لان ميرندا مش بتستخدمهم. الهدايا دي كلها كانت غاليه، ومنهم شنطه ماركه كده صديقتها اول ما خدتها كانت هتتجنن، وبرفانات بقى وحاجات كتيره جدا. على كل حال في الوقت ده بيجي لها تليفون من ميرندا، فاصحابها فضلوا يهزروا معاها واخدوا التليفون علشان ما تردش عليه لانهم عاوزينها تقعد معاهم، ولكن اندي كانت خايفه من ميرندا وعايزه ترد عليها بسرعه، فده اللي خلاها اتعصبت عليهم شويه علشان تاخد التليفون وسابتهم بعد كده ومشيت وهي زعلانه. فهم في الوقت ده استغربوا التصرف بتاع اندي وشافوا يعني انها مزوداها. على كل حال ميرندا بتقول لاندي انها تروح لواحد اسمه جيمس تجيب منه كتاب، فاندي بتروح للمكان اللي موجود فيه جيمس بتقابله وبتسلم عليه وبتاخد منه الكتاب، وجيمس ده قبل ما يسيبها بيعزمها على مشروب وبيسيبها وبيمشي. في اللحظه دي بيجي لها كاتب مشهور جدا اسمه كريستيان، وده شغلانته بجانب انه كاتب يعني يزير النساء. على كل حال يعني اندي لما عرفت ان ده كريستيان الكاتب المشهور ما كانتش مصدقه، وكانت مبسوطه جدا انها بتتكلم معاه، وقالت له كمان انها كاتبه ونفسها تبقى صحفيه. كريستيان قال لها الله بجد؟ طيب بقول لك ايه، ابعتي لي جزء من كتاباتك علشان ابص عليها واقدر اقيمك. ولكن كان واضح جدا ان كريستيان نيته مش صافيه. على كل حال تاني يوم اندي بتروح مع ميرندا علشان تشوف الازياء الجديده اللي عملها جيمس، ولكن رد فعلها على كل الازياء اللي شافتها ما كانش حلو خالص، لدرجه ان جيمس كان عاوز يخبي منها الموديلز جوه الحيطه. وميرندا بعد كده لما بتخرج من المكان ده وبتركب العربيه، قبل ما تركب العربيه بتقول لاندي انها تعمل شويه حاجات، فاندي بتقول لها انها اوريدي عملت كل اللي هي عاوزاه. ده اللي بيخلي ميرندا تعجب جدا باندي، لان
لانها قبل ما بتطلب منها الطلب اندي بتكون عملته، وده بيخلي ميرندا تعتمد عليها اكتر واكتر. ده غير كمان انها اول مره بتناديها باسمها، قالت لها اندي ما قالتلهاش ايميلي. وتاني يوم طلبت منها انها تودي لها كتاب معين بالليل بعد ما تخلص شغل وقبل ما تروح البيت. فايميلي ادتها المفتاح بتاع باب البيت وقالت لها بقول لك ايه، الكتاب تحطيه تحت على الترابيزه اللي عليها الورد، والهدوم تعلقيها جوه الخزنه اللي جنب الترابيزه. سامعه يا اندي؟ اوعى تطلعي فوق، ما تخليش ميرندا تشوفك، ميرندا لو شافتك هيبقى نهارك احول احول. فاندي عملت زي ما ايميلي قالت لها، بس لما راحت البيت هناك دخلت جوه كده لقيت ان الترابيزات كلها عليها ورد، فما بقتش عارفه انه ترابيزه تحط عليها كتاب. في اللحظه دي بنات ميرندا الاثنين كانوا باصين عليها من السلم وقالوا لاندي هات لنا الكتاب احنا هنديهولها، وده طبعا كان كذب منهم وكانوا بيعملوا فيها مقلب. اندي صدقتهم وطلعت علشان تديهم الكتاب، واذ فجاه بتلاقي في وشها مين؟ ميرندا وجوزها. هما الاثنين كانوا بيتكلموا في حاجات شخصيه واتفاجئوا كده مره واحده باندي في وشهم. فميرندا راحت بصلها بصه، اندي بسرعه بتسيب لها الكتاب وبتجري. وتاني يوم اندي ما كانتش على بعضها وكانت عارفه انها هتترفض، ولكن بتفاجئ بميرندا بتنده عليها بكل بساطه كده وبتقول لها انها عاوزه كتاب هاري بوتر الجديد للاولاد. ما جابتش سيره رفض، ما جابتش سيره الليله اللي فاتت ولا اي حاجه. فاندي فرحت وقالت لها على طول هروح اجيب لك الكتاب. ميرندا قالت لها استني بس، هو اي كتاب ولا ايه؟ انا عاوز الكتاب اللي هو لسه ما اتنشرش، الاولاد عاوزين يعرفوا ايه اللي هيحصل. اندي قالت لها ايه معلش يعني هعمل ده ازاي؟ ميرندا قالت لها مش مشكلتي، وخلي بالك يا اندي الكتاب ده لو ما جاش ما تتعبيش نفسك وما ترجعيش تاني، اعتبري نفسك مرفوضه. اندي فضلت تتصل بناس كتير علشان تتصرف في الكتاب ده، لكن ما كانتش عارفه تتصرف. ومن ضمن الناس اللي اتصلت بيهم الصحفي اللي اسمه كريستيان قال لها الموضوع ده للاسف صعب. فاندي في اللحظه دي ادركت ان ميرندا بتعجزها علشان ترفدها وسلمت امرها، قالت انها خلاص هتترفد. ده كمان اتصلت بصديقها وقالت له انها تستقيل، ولكن وهي خلاص ماشيه ومروحه البيت بيجي لها تليفون من كريستيان بيقول لها ان هو قدر يتصرف لها في نسخه من الكتاب. طبعا اندي في الوقت ده فرحت جدا وعلى طول راحت لكريستيان واخدت منه النسخه، طبعت منها نسخه وراحت بعد كده لميرندا واديتها النسخه دي. ميرندا قالت لها ايه ده؟ انت جايبه لنا النسخه ليه؟ ثم انا عاوزه نسختين للاولاد، والمفروض كمان النسختين دول يكونوا وصلوا لهم من ساعه. اندي بكل بساطه قالت لها ان النسخه دي ليها هي، اما النسختين بتوع الاولاد فهم وصلوا ليهم فعلا من ساعه، ودلوقتي اثناء ما احنا بنتكلم الاولاد ماسكين النسختين وبيقروا فيهم كمان. للمره الثانيه ميرندا بتعجب جدا باندي وكانت عاجزه عن الكلام. في نفس اليوم ده بالليل خطيب اندي بيرجع البيت بيلاقي اندي لسه شغاله على الشغل بتاع ميرندا، فبيدرك انها ما استقالتش وانها لسه شغاله عندها. طبعا ده خطيبها جدا لان شغلها واخدها منه طول الوقت ومش عارف يقعد معاها ولا يتلم عليها. على كل حال تاني يوم في الشغل اندي بتتفاجئ ان ايميلي واخده دور برد وصايه، ماشيه عماله تكحكح وتعطس في كل مكان، مالت المقر كله بكتيريا وجراثيم. فميرندا لما بتشوفها في الحاله دي بتقرر انها تستعين باندي في الشغل بتاع ايميلي، وطلبت منها انها تروح حفله معاها بالليل هي وايميلي علشان بس يملوها اسامي الناس اللي هي هتقابلهم وتسلم عليهم. اليوم ده للاسف كان موافق اليوم بتاع عيد ميلاد خطيب اندي، ولكن اندي ما كانش في ايديها تعمل اي حاجه واضطرت انها تروح مع ميرندا الحفله علشان تساعد ايميلي في شغلها. لبست فستان حلو كده وكلهم في الحفله هناك كانوا بيبصوا عليها معجبين بيها جدا، حتى ايميلي كانت اندي عاجباها. على كل حال هما الاثنين كانوا مع ميرندا في كل مكان علشان يملوها اسامي الناس اللي بتسلم عليهم. من ضمن الناس دي واحده اسمها جاكلين، ودي شغاله نفس الشغلانه بتاعت ميرندا لكن في مجله تانية فرنسيه. ده غير كمان ان جاكلين وميرندا دول مش بيطيقوا بعض، بس زي ما انت عارف الشكليات هما الاثنين بيسلموا على بعض عادي وكمان بيبتسموا في وش بعض. وبعدها من ضمن الناس اللي بتسلم على ميرندا كان في سفير كده هو ومراته ايميلي كانت ناسيه اساميهم، ومين بقى اللي بيلحقهم على اخر لحظه؟ اندي. بسرعه بتقول لميرندا على اساميهم والليله دي بتعدي، ولكن اندي بتخلص متاخر جدا، وعلى بال ما بتوصل لخطيبها البيت بيكون احتفل بعيد ميلاده مع اصدقائه والليله كمان خلصت. فهي بتحاول تعمل له عيد ميلاد على الضيق كده بينه وبينها، لكن خطيبها ما كانش قابل وطبعا لمها لانها ما كانتش موجوده معاه وبدت شغلها عليه كالعاده يعني. والليله دي بتعدي وفي يوم من الايام اندي راحت بيت ميرندا كالعاده علشان تحط لها الحاجات بتاعتها، بس المره دي اتفاجئت ان ميرندا بتنده عليها. ميرندا قالت لها بقول لك ايه، انت اللي هتطلعي معايا السفريه بتاعت باريس الاسبوع اللي جاي مش ايميلي، لان ايميلي مش هتنفع بسبب اللي هي فيه. اندي قالت لها ايه ما ينفعش، ايميلي بتحلم بالسفريه دي من سنه، ده كمان عامله دايت مخصوص علشان السفريه دي، لو عرفت انك مش هتاخديها معاكي وهتاخديني مكانها هتتضايق جدا مني. ميرندا قالت لها هو ده اللي هيحصل، زي ما قلت لك انت اللي هتيجي معايا، ولو ليك راي تاني يبقى تسيب الشركه وما تكمليش معايا. وتاني يوم ميرندا وهي جايه الشغل لاول مره بترمي البلطو والشنطه بتاعتها على المكتب بتاع ايميلي مش على المكتب بتاع اندي كالعاده. كمان قالت لاندي انها تقول لايميلي على اللي اتفقوا عليه. فاندي بتتصل بايميلي علشان تقول لها، ولكن ايميلي ما كانتش مديها فرصه تتكلم اساسا، وده علشان كانت مستعجله علشان ميرندا كانت قايله لها على طلبات كتير تجيبهم، وايميلي كانت ماشيه في الشارع زي المجنونه. ده اللي خلاها ما خدتش بالها من عربيه جايه عليها واتخبطت، فالاسعاف اخدها وداها المستشفى، وهناك اندي راحت لها علشان تقول لها على المستجدات المنيله. طبعا ايميلي اول ما سمعت الخبر
الاخبار حزنت جدا. اندي حاولت تفهمها انها ملهاش ايد في الموضوع ده، لكن ايميلي ما كانش مصدقاها وكمان طردتها. وفي نفس اليوم ده بالليل بتروح تقابل خطيبها، واللي كان على اخره قال لها ان هو مش بيشوفها ولا بيقعد معاها ولا عايشين حياتهم زي اي ناس طبيعيه، وان شغلها ده واخد وقتها كله في البيت وفي الشغل، مش هينفع كده يعني، ده ما بقتش عايشه دي بقى شيخه. وراح سايبها وماشي. بعدها على طول اندي بتسافر مع ميريندا في باريس، وهناك بيحضروا بقى عروض الفاشون والموضه والحاجات دي كلها. ومين بيكون موجود هناك؟ كريستيان، الواد الملزق ده زير النساء، طول الوقت لازق لاندي. وفي اليوم ده بالليل اندي بتوصل شويه حاجات للأوضة بتاعت ميريندا، وهناك بتتفاجئ بميريندا قاعده منهاره. ليه بقى؟ اتضح مع الكلام يعني ان ميريندا اتطلقت من جوزها، وده برضه علشان كل وقتها لشغلها مش لبيتها ولا لاولادها. وهنا بقى اندي لاول مره بتشوف ميريندا وهي ضعيفه، وده مع ذلك ما كانش عاجب اندي، لانها تقريبا كده كانت واخده ميريندا دي كمثل اعلى، فما كانتش حابه مثلها الاعلى ده يتهز قدامها. واندي بسبب بعد كده بتروح تقف قدام المرايه، وفي اللحظه دي بتفتكر نفسها وشكلها قبل ما تشتغل مع ميريندا، وادركت في الوقت ده انها قد ايه اتغيرت خالص عن الاول في تفكيرها في هيئتها في كل حاجه. في الوقت ده نايجل بيجي لها علشان يتكلم معاها، وبيقول لها ان هو خلاص هيترقى ويبقى شريك في شركه بتصنع شوزات وشنط ودريسات. ونايجل كان مبسوط جدا، اخيرا هيعمل حاجه براحته وبحريته، مش شغال تحت حد بيتحكم فيه، يقصد ميريندا يعني. فاندي بتحتفل معاه بنجاحه، وكمان بتحتفل انها خست عن الاول، فبالتالي بدات تلبي معايير الشغلانه بتاعتها. بعدها بشويه كريستيان بيتصل بيها وبيطلب يقابلها، فبتروح تقابله وبيسهروا مع بعض، والسهره دي بتتطور بانهم يعني بيروحوا مع بعض، وانتوا عارفين كريستيان يعني. وتاني يوم الصبح اندي بتقوم تلبس هدومها، وبالصدفه كده بتتشنكل في مقاله كريستيان كاتبها لسه هتنزل تاني يوم. المقاله دي فحواها ان ميريندا هتقال من منصبها، وهيوظفوا مكانها مين؟ عدوتها اللدوده جاكلين. طبعا اندي اتفاجئت بالكلام ده، واتضايقت جدا ان كريستيان عارف الكلام ده وما قالهاش عليه، وكانت في نفس الوقت عاوزه توصل المعلومه دي لميريندا باي وضع، ولكن ميريندا ما كانتش مديلها فرصه تتكلم معاها. اندي تتصل بيها، ميريندا تقفل في وشها السكه، فاندي راحت لها الفندق، ميريندا برضه قفلت في وشها الباب. وفين لما بتيجي فرصه واندي بتقول لميريندا على اللي هيحصل، لكن برضه ميريندا مش بتدي اي اهتمام ولا بترد على الكلام ده. وبيدخلوا بعد كده هما الاثنين في مؤتمر صحفي مجمع كل البراندات المهمه. ميريندا بتطلع بتقول كلمتها، وبتفاجئ انها رجحت الشريك بتاع الشركه اللي هتعمل الشنط والدريسات والشوزات، والشريك ده هو مين؟ طبعا كله كان مستني انها تقول نايجل، ونايجل نفسه كان مستني، لكن ميريندا بتفاجئهم وبتقول ان الشريك ده هو جاكلين. نايجل في الوقت ده جاله احباط، بس بعد كده بسرعه قال مش مشكله يعني، اكيد يعني ميريندا هتعوضني. فاندي بصت له باستغراب كده وقالت له ايه ده؟ هو انت مصدق انها فعلا هتعوضك؟ نايجل قال لها لا، بس انا بحب ابقى متفائل يعني. وفي الوقت ده ميريندا نزلت من نظر اندي. ليه بقى؟ لانها بتراعي مصلحتها ومش بيهمها اي حد تاني من الناس اللي حواليها. وده اندي اتاكدت منه بعد كده لما ركبت مع ميريندا في العربيه، وعرفت منها انها عارفه كل حاجه بتحصل من ورا ظهرها. وقالت لاندي انها راحت لصاحب الشركه اللي هي مديرتها، وقالت له بكل بساطه ان في موظفين كتير في الشركه هيمشوا من الشركه لو انا مشيت، فبالتالي انت هتخسر كتير. ده اللي خلى صاحب الشركه يعمل صفقه مختلفه مع جاكلين ويخلي ميريندا محتفظه بمنصبها. بعد كده قالت لاندي انها كانت مندهشه جدا من اصرارها في انها تقول لها على موضوع جاكلين. ميريندا قالت لها انها بتفكرها بيها وهي صغيره، وقالت لاندي انها شبهها. اندي قالت لها لا، انا مش شبهك، انا ما اقدرش اعمل اللي انت عملتيه في ان انا اجي على حساب حد علشان خاطر نفسي، وانت النهارده جيتي على نايجل. ميريندا قالت لها ايه؟ وانت نسيتي ولا ايه؟ نسيتي لما اخدت مكان ايميلي في سفريه فرنسا؟ ما انت كمان عملت كده. اندي قالت لها ده كان غصب عني وانت هددتيني. ميريندا قالت لها لا، انت اخترتي انك تكملي في الشغل على حساب ايميلي. وعاوز اقول لك على حاجه، لو انت عاوزه تنجحي في شغلك فالحاجات اللي زي كده ضروريه شويه. اندي قالت لها على فكره انا مش عاوز اعيش حياتي زي حياتك. ميريندا قالت لها بلاش سخافه بقى، كلهم نفسهم يعيشوا حياه زي حياتي. وسابتها بعد كده ونزلت من العربيه وسط الصحفيين والمصورين. وفي الوقت ده اندي تقدر تقول كده فائت، ونزلت هي كمان من العربيه، بس راحت الناحيه التانيه وسابت ميريندا. وميريندا في اللحظه دي دورت عليها يمين شمال كده ما لقيتهاش، فاتصلت بيها. اندي مسكت التليفون رميته في الميه، وبكده اتحررت من حياتها مع ميريندا. بترجع بعد كده نيويورك بتقابل خطيبها، وخطيبها نت بيقول لها ان هو خلاص اترقى في الشغلانه بتاعته، بس هيروح لولايه تانيه، وبيسالها هي هتعمل ايه. اندي قالت له انها عندها مقابله في جريده موجوده في نيويورك ناويه تشتغل فيها. فنت عرض عليها في الوقت ده انها تيجي تعيش معاه في الولايه اللي هو هيسافر لها دي وتشتغل هناك ويرجعوا لبعض يعني. ولكن اندي كانت حابه انها تقعد في نيويورك، وراحت الجريده عملت المقابله، ورئيس التحرير قال لها ان في رساله وصلت له من ميريندا نفسها. كانت كاتبه له في الرساله دي ان اندي دي من ضمن كل السكرتيرات كانت اكتر واحده فيهم احبطتها، بس قالت له كمان انه هيبقى مغفل لو ما وظفهاش. شوف يا اخي، حتى وهي بتشكره في البني ادم بتشتمه في نفس الوقت. على كل حال اندي بتتقبل في الوظيفه دي، واخيرا بتحقق حلمها اللي هي جايه نيويورك علشانه. بتتصل بعد كده بايميلي وبتقول لها ان هي عندها هدوم كتيره من الزياره بتاعتها اللي راحتها في باريس
دي مش بتستخدمها، فلو يعني يا ايميلي عاوزاهم ابعتي حد يجي ياخدهم. طبعا ايميلي فرحت جدا لانها كانت نفسها في الهدوم دي، بس مع ذلك برضه ما شكرتهاش. يا اخي كل اللي شغالين في المجله دول مش بني ادمين. في نفس ذات اللحظه اندي بتشوف مين نازله من الشركه دي، ميريندا، وميريندا كمان بتلمحها من بعيد. اندي بترفع لها ايديها علشان تسلم عليها يعني وكده، ميريندا مش بتعبرها، بس بعد كده بتبص عليهم جوه العربيه وكان واضح عليها انها لسه بتحب اندي وكمان فرحانه ليها. بعدها بتشخط في السواق بتقول له ما يلا احنا واقفين ليه يا بيه، بتحرك بسرعه. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت تدوس على لايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر، ولو انت اول مره تسمعني فاعمل اشتراك وفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.